السلام الغزالات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكوكتيل عصير بالفواكه كيجي رائع طبقات وكيجي كل طبقه بوحدها. منعش خصوصا في هذه الحراره. الى عجبكم خليكم معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا عندنا الفريز، عندنا المونغ، وعندنا لافوكا، وعندنا الحليب، وعندنا السكر او العسل باش بغيتو تحليو نتوما كيبقى اختياري. اول حاجه غادي ناخذ الكيسان ديالي، درت هنا واحد النقيطه ديال العسل، غنحاول نغطس فيهم الكيسان ديالي ومن بعد غادي نديرهم في السنيده. طبعا هذا نوع من انواع التزيين تيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ما ديروش. مهم كما قلت لكم اختياري، تخليو الكيسان عاديين وتكبوا فيهم العصير، مهم كيبقى اختياري. وبالنسبه للكميه ديال الفريز والمونغ والافوكا كتبقى اختياريه على حسب الافراد الاسره اللي عندكم. مهم انا درت غير شويه على حسب حنا غير جوج الناس، درت غير تقريبا واحد 250 غرام او 200 غرام ما كاملاش هكاك. مهم هادشي اللي كاين. انا غادي نستمر البنات، غادي نزين الكيسان ديالي كما شفتوهم، كنغطسوهم في العسل مزيان حتى كنشربوهم العسل، ومن بعد كنحطهم في هاد الطبسيل اللي فيه السنيده كنزينوا به. ممكن تقدروا ديروا الى عندكم لي صوص تزوقوا الكاس من الداخل باي صوص عندكم متوفره. مهم كما قلت لكم تبقى اختياري. ودابا غادي ندوزو نوجدوا الطبقه الاولى ديال العصير اللي هي المونغ. بالنسبه للطبقه الاولى كنحتاج فيها المونغ. انا عندي هنا المونغ جامد، مهم الا كان عندكم متوفر فريش تقدروا تستعملوه. انا نحاول نقسمو هنا قطع صغيره باش يسهل عليا يتعصر ليا دغيا. غادي نحاول نقطعو وغادي نديرو في هذا في الخلاط، وغنزيد عليه السكر وغنزيد عليه الحليب. بالنسبه تقدروا تحليوه بالسكر او بالعسل كما قلت لكم. وبالنسبه للحليب خاصكم تراعيو انه هاد الطبقه اللي غتكون لتحت تكون شويه قابطه في راسها، يعني ما غتكونش سائله بزاف. مهم عينكم ميزانكم. انا في الاخر غنوريكم شفتوا كميه الحليب اللي ضفت غير شويه، في الاخر غنوريكم القوام او لا تكستور ديال العصير كيفاش خاصها تكون، حيت هذيك اول طبقه هي لا باز، خاصها تكون شويه شاده في راسها باش منين نجي نكب عليها الطبقه الثانيه اللي هي عصير الفريز ما يهبطش لي عصير الفريز ويتخلط لي مع العصير ديال المونغ. مهم انا غادي نعصر. انا في الاخر غنوريكم القوام كما قلت لكم، خاصو يكون شويه ما جاريش وما عقدش بزاف، يعني يكون بين وبين. انا غنوريكم في الاخير من غيتطحن ليا كيفاش غيكون القوام ديالو. مهم ها هو العصير من بعد ما تطحن. انا غنوريكم دابا القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا، ما ثقيل بزاف ما خفيف، كيجي القوام ديالو يعني بين وبين كما كتشوفوا على هذا الشكل. دابا غنجيب الكؤوس ديالي غنحاول نوزع فيهم العصير ديالي. انا تقريبا في السكر ما درتش السكر بزاف، درت تقريبا واحد 2 معالق كبار، ما بغيتش نقوي السكر. غادي نحاول ان كما كتشوفوا شفتوا القوام ديالو كيفاش. هذا هو الساس او لا باز، خاصو على الاقل يكون شويه ماسك راسو باش ملي نبداو نزيدوا الطبقه الثانيه ما يهبطوش لينا على الطبقه على اول طبقه. المهم غنستمر انا البنات حتى نوزع العصير ديالي في الكيسان ديالي كاملين. انا هنا زدت واحد الكاس اخر، غيوليو عندي 3 الكيسان حيتاش بقى عندي العصير وما بغيتش طبعا نرميه. غادي نزيد عصير اخر، غادي نزيد كاس اخر غنوزع فيه صافي، وغنخليه على جنب. وغنمروا نوجدوا الطبقه الثانيه اللي هي عباره على العصير ديال الفريز. بالنسبه للفريز عندي هنا حتى هو الفريز جامد، كناخذهم كاملين مجمدين من السوبر ماركت. تقدروا ديروا الفريش كما قلت لكم. غادي نزيد عليه كذلك حتى هو الحليب، وغادي نحليه بالسكر. غندير واحد 2 معالق كبار ديال السكر وصافي، وغادي نطحنوهم. وتا هو هذا العصير الطبقه الثانيه غيكون القوام ديالها بحال الطبقه ديال المونغ، بحال عصير المونغ، غيكون شويه قابض في راسو كما كتشوفوا كميه الحليب اللي درت. المهم كديروا شويه وكتبقاو نتوما عينكم ميزانكم، نتوما كتشوفوا نتوما كطحنوا.
غادي نحاول نحرك الفريز ديالي اللي لتحت باش كلشي يتعصر ليا يتطحن ليا مره واحده. صافي ها هو العصير ديالي من بعد ما طحن كيجي القوام ديالو كما كتشوفوا على هذا الشكل. دابا غنجيب الكؤوس ديالي وغادي نحاول ندير واحد المعلقه، ما غنجيش وغنخوي العصير على الطبقه ديال المونغ، نو، غادي ندير واحد المعلقه، غادي نقلبها وغادي نحاول نكب العصير على المعلقه وهو كينزل على الطبقه ديال المونغ، حيت الا خويت العصير ديريكتومون على الطبقه ديال المونغ غادي يهبط ليا الفريز على المونغ بهذيك القوه ديال الكبان، وغيتخسر ليا الشكل ديال الطبقات اللي بغينا. المهم على هذا الشكل كنكب على القاع ديال المعلقه كما كتشوفوا بحال هكا، وهذا هو القوام ديال العصير، خاصو يكون على هذا الشكل. بالنسبه للطبقه الثالثه اللي هي غتكون العصير ديال لافوكا، هذاك غنديروه شويه ماشي جاري بزاف، يعني غيكون شويه يعني بحالهم، غير شويه كيكون شويه سائل عليهم شويه ماشي بزاف. كما كتشوفوا غادي نحاول نوزع العصير ديال الفريز على هذا الشكل هذا، وضروري البنات تستعملوا هذه المعلقه باش ما يخسروش لكم الطبقات ديالكم. انا غادي نستمر نوزع العصير ديالي على الكيسان ديالي ونمروا الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غنحتاجوا فيها لافوكا، عصير ديال لافوكا عادي. غندير هنا غندير واحد جوج ديال لافوكات، غادي نحاول نقطعهم طريفات صغار باش غنزيد عليهم السكر والحليب وغنطحنهم عادي. المهم هنا غادي نقشرهم وغادي نقطعهم ونمروا نطحنوهم. صافي هنا من بعد ما قطعتهم غادي نديرهم في الخلاط، غادي نحليهم انا بالعسل الحر. المهم تقدروا تضيفوا العسل الحر او تحلوهم بالسكر كيبقى اختياري، وغادي نضيف عليهم الحليب. طبعا كميه الحليب عينكم ميزانكم، ما يكونش عندكم العصير جاري او سائل بزاف، يعني يكون بين وبين، ما هو خاتر ما هو جاري، يعني بين وبين. هنا غنضيف الحليب كما قلت لكم الكميه عينكم ميزانكم. غادي نحاول نبدا نطحن في العصير ديالي. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب حيت بان ليا العصير تقيقل شويه. غنزيد الكميه اللي باقا ليا ديال الحليب، تقريبا الكميه اللي استعملتها في هاد العصيرات بثلاثه هي نص لتر ديال الحليب. صافي غادي نرجع نطحن العناصر كلها مزيان. صافي هنايا جبت الكيسان ديالي وغنحاول نوزع الطبقه الثالثه ديال العصير ديالي. القوام ديالو او لا تكستور كتكون على هذا الشكل هذا. كندير واحد المعلقه كما كتشوفوا وكنحاول نوزع العصير ديالي بشويه. صافي غادي نبقى انا مكمله غنكمل الكيسان عندي اللي باقي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والا جربتوها وعجباتكم تخلوا لي التعاليق ديالكم في لي كومونتير. ما تبخلوش عليا بواحد لايك، واللي اول مره كيشوف قناتي فضلا وليس امرني يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. ونشوفكم ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله. مع السلامه.